في قلب الصعيد في ساعة متأخرة من الليل. الهوا هناك بيبقى تقيل، كأنه شايل سر في كل نفس. مفيش صوت غير حفيف النخل البعيد وصوت مية الترعة وهي بتتحرك بهدوء غريب. البلد نايمة، بس في إحساس إن في حد صاحي بيراقب. في آخر الغيط بيت قديم تتشقق جدرانه ويتسلسل نور خافت من شبابيك مغلقة غلفها تراب السنين. يقول الناس إنه ما فيه حد ساكن من زمان، ولكن اللمبة البيت منور والنور دافئ كأنه نفس حي لسه جوه. الناس لحد النهاردة بتحلف إن عم سليمان مات من سنين، بس الغريب إن نور البنتاوي عمره ما طافي، ولحد دلوقتي اللمبة الجاز بتنور من غير ما حد يشعلها. كان راجل في آخر الستين، وشه محفور بالحزن وعيونه غائرة جوه، كأنها شايفه حاجات إحنا منقدرش نشوفها. صوته خشن طالع من جوه التراب، بس اللي يعرفه كويس يقول إن جواه دايما في حاجة بتغلي. بعد موت مراته اتقفل على نفسه، وبعد ما ابنه غرق في الترعة اللي جنب البيت بقى محدش يقدر يبصله في عينه. كانت نظرته جامدة كأنها بتعدي من جوه الناس. من بعدها قفل على نفسه الباب، ما بقاش يكلم نفس. الليلة اللي شافوه فيها آخر مرة كانت الدنيا ساكتة زيادة عن اللزوم، ولا كلب نبح ولا ديك صاح. عم سليمان كان قاعد على كرسي خشب قديم قدام الباب، اللمبة الجاز بتنور وشه بنور أصفر باهت، بيهمهم بكلام واطي كأنه بيكلم حد مش موجود. وفجأة رفع عينه للباب وقال بصوت خافت: